والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله هوريكم تجربتي في استخدام الحلل. عندي هنا كذا نوع حلل انا استخدمتهم، وهوريكم تجربتي فيها وايه الكويس اللي انا بستعمله وايه اللي مش كويس اللي انا بقيتش استعمله خالص من اول ما اتجوزت. دلوقتي الالومنيا، الحلل الالومنيا دي جميله جدا، بس عيبها ان هي بتتقشر كده زي ما انتم شايفين. طب التقشير ده سببه ايه؟ هي حلوه جدا للرز، للمحشي، لكن اي خبطه بمعلقه زي ما انتم شايفين كده بتجرحها، تمام؟ وفي نفس الوقت الطماطم بتتفاعل معاها، فهي مفيده بس مش في كل الاحوال ومش في كل الاستعمالات. دي اول حاجه. نيجي بقى للحلل التيفال. الحلل التيفال حلوه طول ما هي سليمه وما فيهاش اي مشكله. شايفين الحله عندي عامله ازاي؟ اول ما يجي فيها اي خدش خلاص متنفعش تستخدم تاني، ببتدي اعزلها وما بستخدمهاش، لاني الحلل التيفال حلوه في كل حاجه، بس ملهاش عمر طويل، يعني ما بتعيش. استخدامها حلو طول ما هي سليمه، لكن انا بستعمل المعالق الخشب وكنت بستعمل السيليكون، ومع ذلك برضو كانت بتتجرح كده زي ما انتم شايفين، وركنتها وما بقيتش استعملها في الاكل خالص، بقيت استعملها في حاجات تانية غير الاكل. نيجي بقى للحلل الستانلس. الحلل الستانلس دي احلى اختراع. الحلل الستانلس دي جميله في كل حاجه، رز، مكرونه، طماطم، صلصه، فراخ، اي حاجه انا بحبها. من ساعه ما جبتها بصراحه استغنيت عن كل الحلل، وبقيت بقيتش استخدم غير الحلل الستانلس، لان الحلل الستانلس نظيفه، ما بتطلعش اي ماده ولا معزول عليها طبقه عازله ولا اي حاجه، هي منها فيها استانلس طبيعي 100%. نوع الاستانلس ده استانلس زينوكس. بصراحه الزينوكس المصري جميل جدا، اختراع بجد، اختراع. الحلل الزينوكس دي جميله في كل حاجه، بستخدمها في كل حاجه. هي عيبها بس ان هي ممكن يعني مثلا لو حبيتي تعملي كريب، تعملي فراخ، تديها شوك كده تاخد لون معاكي، ممكن تلزق. الكريب ما يمشيش فيها، القطايف، عجينه القطايف، الحاجات دي، لكن باقي الاستعمالات مفيش لها مثيل، لانها مش مضره، ما بتطلعش اي مواد ولا اي حاجه، والستانلس طبيعي 100%. هي الالومنيا عيبها ان هي بتتفاعل، والتيفال عيبه ان هو عليه طبقه، الطبقه دي لو اتجرحت ممنوع استعمالها، ما تنفعش. نيجي بقى للنوع اللي بعد كده، السيراميك. السيراميك ده اختراع فاشل بكل المقاييس. اول ما جبته كنت مبهوره بيه جدا، لان مفيش حاجه بتلزق فيه. بعد كده زي ما انتم شايفين ابتدى يتجرح، منعته وما بقيتش استعمله خالص، لاني مش عارفه ايه الطبقه اللي تحت. فبصراحه اختراع فاشل. محدش يجيب نوع السيراميك ده نهائي، ولا تركي بقى ولا الماني ولا ايطالي ولا اي نوع. انا كنت جايبه الحلل دي غاليه جدا، لكن ما عاشتش، ما كملتش سنه، زي ما انتم شايفين كده دمار شامل. بالنسبه للجرانيت بقى بصراحه انا ما جربتوش، وما اعرفش هل هو مفيد ولا مضر، هل هو كويس ولا وحش. ان شاء الله بقى الفتره اللي جايه كده هجيبه ان شاء الله، بس عايزه اجيب برضو نوعيه تكون كويسه، بس مش هكتر منه برضو، يعني هجيب حله او حلتين، مش هجيب طعم زي ما انا غلطت في الغلطات اللي قبل كده، عشان لو طلع مش كويس ما ندمش. لكن السيراميك يا جماعه اختراع فاشل، محدش يجيب سيراميك ابدا. الحاله السيراميك زي ما انتم شايفينها كده بتتجرح بالشكل ده، والطبقه اللي تحت دي اكيد طبقه سامه، السمار اللي تحت ده اكيد حاجه مش حلوه، مش طبيعيه. فانا عشان كده ما انصحش اي حد يجيب سيراميك. السيراميك وحش جدا، لكن استخدام الاستانلس، بصراحه الاستانلس
تحفه 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 بجد حقيقي. الحله الستانلس جميله جدا في كل حاجه، بعمل فيها الرز وبعمل فيها الفراخ. طبعا الفراخ مشكلتها مشكله لو بتسلقي فراخ او لحمه في حلل الالومنيا، طبعا عشان تنضفي الحلل ما بتنضفش. لكن بالنسبه للستانلس نظافته سهله جدا، تنظيفه في ثواني، ولا بقى عايز ليفه ولا عايز معلقه سيليكون ولا عايز حاجه ما تجرحوش، لا تستخدمي فيه اي حاجه. السلكه العاديه تتغسل بيه ما بيقولش لا. المعلقه اللي بناكل بيها المعلقه الالومنيا العاديه دي الستانلس ما بتقولش لا برضو، ما بيجرالهاش اي حاجه. جميل جميل جميل. عن تجربه اي حد عايز يشتري ستانلس زينوكس. الزينوكس يا جماعه جميل جدا 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 يعني، ولا بيلزق فيه الرز ولا بشويه رز ولا اي حاجه. انا بستخدمه من زمان وعجبني جدا، لاني حسيت انه ما بيتفاعلش مع الاكل، دي اول حاجه. وتاني حاجه الاكل ما بيلزقش فيه لو انتي بتعملي رز او مكرونه او اي اكل، اي نوع اكل ما بيلزقش فيه. هي مشكلته بس ان هو ما ينفعش في الكريب والحاجات دي. الحاجات اللي دي عايزه حاجات مخصصه ليها، لكن باقي كل انواع الاكل جميل جدا. بالنسبه بقى للحلل الزهر انا بسمع ان هو حاجه كده خيال، بسمع عنه ونفسي اجيبه بصراحه. ادعولي ان ربنا يكرمني كده واقدر اجيبه. هو مشكله الزهر ان هو غالي جدا، يعني ممكن الطاسه تعمل لها 2000 جنيه الطاسه لوحدها، يعني الحله ممكن تعمل لها 4-5000. فهو المشكله الوحيده فيه ان هو غالي، بس يعيش العمر كله. يعني انا جبت كذا طقم كده، لو كنت جبت طقم واحد منه بنفس التكلفه ما كنتش هحس بالمؤاساه اللي انا فيها دي. بس الحمد لله الواحد برضه ما بيتعلمش ببلاش، وعن التجارب كل ما الانسان بيجرب حاجات كل ما بيتعلم وبيستفيد. فانا عشان كده حبيت افيدكم النهارده واعرفكم ايه الانواع اللي انا استخدمتها وطلعت مش كويسه، وايه اللي انا استخدمته وطلع كويس. بالنسبه لي الاستانلس في الحاجات اللي انا استعملتها وبالانواع الحلل اللي انا استعملتها، الاستانلس احلى حاجه، احلى حاجه بالنسبه لي الاستانلس. بالنسبه للجرانيت انا ما جربتوش. بالنسبه للزهر اتمنى ان انا اجيبه، لان فعلا الزهر ميزته انه ما بيجرحش خالص. برضو انا ما جربتوش، بس انا على ما سمعت، وبعدين غالي جدا. فربنا يكرم يا رب اي حد يقدر يجيبه في مقدرته انه يجيبه، يا ريت يجيبه وما يخاطرش ويجيب الحاجات التانية دي. لكن اللي يقدرش يجيبه ويقدر يجيب الحلل الاستانلس العادية دي يجيب زينوكس. الزينوكس بصراحة انصح بيه اي حد. الحلل الزينوكس جميلة جدا، وبعدين هي 18/10 يعني ما شاء الله. ستانلس طبيعي 100%. عن تجربة اي حد عايز يجيب ستانلس. واتمنى دلوقتي ان يكون الكلام اللي انا قلته لكم اكون افدتكم بيه، واكون قدرت وصلت المعلومة، ويكون الكل استفاد منها. واشكركم جدا على تعاونكم معايا، واتمنى منكم فضلا وليس امرا اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. ولو عجبكم الفيديو تعملوا اعجاب بالفيديو وتعملوا مشاركة مع اصحابكم. وشكرا جزيلا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.